إذا راكي تحوسي على حلوة سهلة باش ديريها لعيد الأضحى 2026 لكم اليوم حلوة جافة سهلة اقتصادية مقادير بسيطة وراكي تحصلتي على أكثر من 50 حبة ليه تحضريها ما فيهاش كامل خدمة. البنة يا البنات ولا أروع، ذوب في اليد قبل الفم. مرحبا بكم في بنة زمان مع إيمان. ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم جديد من وصفاتي. بسم الله. الجفنة تاعي درت فيها نص كاس زبدة اللي كنت ذوبت الزبدة تاعي وخليتها شوية بردت. درت نص كاس وكملت نص كاس تاع الزيت. حجم الكاس 220 مليلتر. درت كاس الا ربع سكر عادي. ننصحكم في هذه المرحله يا البنات ديروا كاس الا ربع سكر ناعم، ما ديروش سكر عادي وراح نقول لكم علاش. بيضه كامله، ملعقه كبيره حلوه الترك، ملعقه كبيره كاكاو، ملعقه كبيره شوكولاته تاع الطالي. الشوكولاته تاع الطالي وحلوه الترك عطات بن خرافيه لهاد الحلوه. درت انا بالباتر. وعلاش قلت لكم ديروا سكر ناعم؟ باش ليه السكر تاعكم يذوب. لازمكم على الاقل بيتران باش تذوب لكم هذاك السكر باش ما يبقاش متحجر. خلاصة القول اذا درتي سكر عادي راح تضربي بزاف باش يذوب لك السكر. درت ملعقه صغيره خماره تاع الحلوى. درت كاس معمر مليح مايزينا، دخلته مليح مع المكونات. وراح نضيف الفرينه وراح نقول لكم شحال دات لي العجينه بالضبط. الفرينه ما تضيفوهاش دفعه واحده باش ما تنشبلكمش. ضفت الكاس الاول تاع الفرينه، ضفت الكاس الثاني وبديت ندخل المكونات تاعي مع بعض. انا دات لي 2 كيسان تاع الفرينه، ممكن نتوما تديلكم اكثر ممكن اقل، كل واحد وعلى حساب النوعيه تاع الفرينه عندك. انا خدمت بالفرينه سفينه وحسيتها ليه تشرب. كما قلت لكم انا دات لي 2 كيسان حتى تحصلت على عجينه اللي تكون طريه. وماذا بكم يا البنات العجينه تاعكم تخليوها حتى ربع ساعه. انا العجين تاع الحلوى نخليه يريح ربع ساعه باش نخدم به. شكلت حربوش كما راكم تشوفوا. انا حسبوا 2 صباع وقسموا. انا الصغرى تاعي زوميتها. الحبات تاعي راهم يبانوا لكم كبار، مي انا صغرت كامل الحبات تاعي فيهم الخماره يا البنات. وهذه كنصيحه ثانيه، الحبات نتاعكم صغروهم قد اللي قديتو باش كي ينتفخوا يجوكم كيف كيف. اذا كبرتوهم شويه راح ينتفخوا لكم ويكبروا لكم بزاف على الحجم نتاعهم. كما شفتوا انا درتهم غير مقروطات اصغار. كمية جابت لي 50 حبة. أنا درتها السنيوة ودرت سنيوة صغيرة واحدة أخرى. دخلتها للفور على 180 درجة. شعلت عليها من الفوق والتحت حتى تشد روحها ويدخلها الطياب. كي تخرجوها حطوها وقت مليح باش تبرد عاد باش تقلاصيوها. جبت أنا الشوكولا، استعملت شوكولا تاع التاج، ذوبتها خففتها بشوية زيت. قلاصيت معاكم 2 حبات. وانا هاد الشوكولا كنت باغيه ندير معاها شوكولا بالحليب باش تكسر لي الالوان، مي نسيت في هاد المرحله. انا خدمت معكم 2 حبات من بعد زدت لها الشوكولا بالحليب وعاود قلاصيتها. بعد ما قلاصيتها كما شفتوا درت لها الشوكولا بالحليب، درت لها خطوط ووليت جبت الكيردون ودرت خطوط كما الملفي. مشيت وجيت في الوسط درت لها لوزه. وماذا بكم البنات كي تخدموا الحلوى الجهه تكون فيها كحزوها الجهه الاخرى باش ما الشوكولا ما تتكتلش لتحت، ومن بعد ما تبقاوش تقلعوا فيها بالموس. هكا راح تجيكم الحبه مفينيه. كملت كامل الحبات تاعي باش ما يكونش الفيديو طويل. كاين حبات درت فيهم اللوز، كاين حبات ما درتش فيهم. الوليدات ما يبغوش اللوز في مثل هاد الحلويات، كاين حبات ما درت لهمش. جبت معجون تاع المشماش درته في الجناب. تقدروا ديروا العسل في هاد المرحله، كما تقدروا كامل تستغناو على هذا التزيين. ميزادها جماليه وما معطاها بنه بزاف شابه. درتها في الكاوكاو محمص ومطحون. تقدروا تعوضوه بالكوفريط، تقدروا تعوضوه بالقطايف، عليكم الاختيار. المعجون تاع المشماش ماذا بكم البنات تدفوه باش ما يغبكمش في الخدمه، واذا كان شاد روحها بزاف تقدروا تخفوه بمصهر. الحلوى تاعي حاضره في صحن التقديم. انا زوقت معكم في الجناب غير حبات باش الفيديو تاعي نديره في اليوتيوب. حبات تاعي الاخرين راح نفينيهم على خاطري نقسم لكم باش تشوفوها كيفاش جات من داخل. قلعت هذيك اللوزه. كما قلت لكم هاد الحلوى ذوبان قبل الفم. نتمنى تاخذوا كامل النصائح اللي عطيتهم لكم في هاد الحلوى باش تنجح لكم. بارطاج بلا ما نوصيكم يا البنات، ومع السلامه الى الملتقى ان شاء الله.